ايوه، زي ما قريتي كده بالظبط. كسكسي في 10 دقايق من غير دقيق ولا فرك ولا تسويه على البخار بالساعات. الوصفه اللي من جمالها هتقومي تعمليها حالا. الناس اللي بتحب الكسكسي هتقدري تعمليه كل يوم. وصفه منجزه جدا يا بنات. تقدري تاكليه صنف حلو بالسكر والمكسرات، تقدري تعمليه صنف حادق على الغدا بالخضار. كمان طلع اوفر من اللي كنا بنعمله بالدقيق على ايدينا زمان او بالكبه، واوفر كمان من اكياس الكسكسي الجاهز. تابعي معايا الطريقه هنعملها مع بعض خطوه بخطوه، ومتنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. طاسه سخنه على النار، ويا ريت تكون طاسه ما بتلزقش، وهننزل فيها بنص كوبايه سمنه، ويا سلام بقى لو السمنه دي سمنه بلدي. بعد كده هنحط عليهم نص كيلو دقيق سميد. دقيق البسبوسه يا بنات اسمه دقيق سميد، دقيق السميد ناعم، وممكن تستخدمي الخشن كمان. قلبي لي بقى دقيق البسبوسه ده مع السمنه على النار كده لحد ما تحسي ان الدقيق اتشرب بكل السمنه. نفس فكرة الرز بالظبط، لما بنيجي نعمله بنديله تقليبة كده في السمنة، يسخن على النار كده ويشرب كل السمنة اللي حطيناها عشان ما يعجنش مننا. ما بياخدش وقت كتير، دقيقتين 3 تقليب كده على نار عالية، وبعد كده بنوطي النار وبننزل بالمية. نص كيلو دقيق السميد ده هياخد معايا من كوباية ونص لكوبايتين مية، بس ما تنزليش بالميه كلها مره واحده، بننزل بنص كوبايه بنص كوبايه كده، ونقلب على نار هاديه. اول ما تنزلي بالميه وطي النار خالص، عشان الدقيق لو استوى معاكي على نار عاليه ولزق في بعضه مش هتعرفي تفكيه. فوطي النار وبننزل بالميه، ويا ريت الميه تكون مغليه، وايدك ما بتشيليهاش من الطاسه، تفضلي تقلبي وتفتفتي كده في الدقيق لحد ما يرجع تاني حبيبات قدامك. وبحط الميه بالتدريج يا بنات زي ما قلتلك لحد ما يستوي. انا حطيت الميه على 3 مرات. الفكره عندنا هنا ان الدقيق يستوي كويس جدا ويبقى مفلفل معاكي كده ومفرفر في الطاسه، يعني معيار الميه ممكن يختلف من دقيق للتاني زيه زي الدقيق العادي بالظبط. فخليكي معاه بشويش كده، نص كوبايه بنص كوبايه لحد ما تلاقيه استوى. وزي ما قلت لكم يا بنات، ايدك ما تتشالش من الطاسه، على طول بتفرفري فيه كده بالمعلقه. ولو المعلقه مش مساعداكي جربي تستخدمي المضرب السلك، حلو جدا برده وبيفرفطوا معاكي على طول. انا خلصت كده كل مقدار الميه، حطيت الميه زي ما قلت لك على 3 مرات، وهو خلاص كده تقريبا استوى. اخر حاجه حطيتها بقى التاتش بتاعتي نص كوبايه لبن علشان يديله طعم حلو كده مع السمنه البلدي. ما تحاوليش تسويه كله في اللبن من الاول، اللبن اسهل حاجه تتلسع على النار، في ثواني هتلاقيه شط منك. سويه كله في ميه، وبعد كده اخر حاجه خالص اديله نص كوبايه لبن يشربها، هتلاقي طعمه معاكي زي الفل. وادي بالمضرب السلك اهو بيتفرفط معاكي على طول، يعني حتى لو لقيتيه مكلكع قدامك مجرد ما تمسكي الكلكوعه في ايدك كده هتفرط معاكي على طول. المضرب السلك بيساعد معاكي اكتر كمان من المعلقه. الموضوع كله ما خدش معايا 5-6 دقايق على النار، شرب ميته واستوى وتفرفر معاكي زي ما انت شايفه كده. بس كده بقى هنطفي عليه وهركنه يبرد. ويستحسن وانت سايباه بيبرد ما تسيبهوش يبرد كده على طول، يعني ما تسيبهوش يبرد لوحده، خلي ايدك فيه شويه كمان لحد ما النار تهدى من عليه كده، عشان وهو بيبرد ما يلزقش في بعضه. انا بردته بالمضرب السلك اهوت وعماله افرفر فيه وهو بيبرد عشان ما يتكلكعش مني وهو بيبرد. خلاص كده بقى زي الفل واتفرط معايا، مفيش ولا اي كلكوعه فيه ولا اي حاجه لازقه في حاجه. شارب سمنته، والسمنه معيارها كويس قوي على كميه الدقيق دي. شايفه جميل ازاي؟ كانه كسكسي بالظبط، ما تفرقوش عن الكسكسي العادي. هنغرف بقى. انا عملت طبقين، الكميه دي عملت معايا حوالي 4 اطباق من الطبق ده. هوريكي دلوقتي انا طلعته ازاي. ده اول طبق حطيته كده بالطريقه دي، قلبته في سيرفيس كبير، يعني لو حابه تقدميه لحد بتقلبيه كده زي الرز، زي البريوش بتاع الرز، وبترش عليه شويه سكر بودره. لو بتحبي القرفه ممكن تديله رشه قرفه برده، بتديله ريحه حلوه جدا. شويه بقى مكسرات من عندك، شويه زبيب، شويه جوز الهند اللي بتحبيه. ما تقلقيش منه، خلاص هو كده استوى معانا، عمره ما هيتعجن معاكي. شايفه مفرفط ازاي؟ هو اصلا بينهار لوحده، مش لازق في بعضه خالص، ومفلفل وجميل. ودي طريقة تانية ممكن تغرفيه بقى كده في طبق غويط، وتحطي عليه شوية لبن حلوين، شوية سكر بودرة، وشوية مكسرات برضو، ويتاكل على طول من الطبق. الوصفة حلوة جدا يا بنات، هتعجبك. قومي جربيها حالا. لو عندك كوباية سميد قومي اعمليها زي ما شفتيها كده، هتعجبك قوي. بصي بقى طعمه ملمسه في البق، عضيته تحت السنان، من احلى المرات اللي كلت فيها كسكسي. يلا بسرعة قومي جربي الوصفة الحلوة دي، واكتبي لي رأيك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة عشان يوصلك كل جديد بعمله.